السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بأحوال الطقس في الجزائر اليوم غد الخميس 20 فبراير 2025 والأيام المقبلة بحول الله. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا. توقعات من يوم غد الخميس إلى غاية يوم الأربعاء 5 مارس 2025. إذا نستهل هذه النشرة بأحوال الطقس المرتقبة ليوم غد الخميس 20 فبراير 2025. نتوقع بحول الله الطقس سوف يكون صافي ومستقر على كافة مناطقنا الشمالية. بعض الأمطار متوقعة بحول الله يوم غد على وسط الصحراء، أما باقي المناطق الجنوبية الطقس سوف يكون صافي ومستقر. بالنسبة ليوم الجمعة 21 فبراير 2025 نتوقع بحول الله سقوط بعض الأمطار على المناطق الجنوبية الشرقية، أما باقي المناطق الجنوبية والشمالية الطقس سوف يكون صافي ومستقر. وهذا الاستقرار سوف يستمر إلى غاية ظهيرة يوم السبت 22 فبراير 2025، لكن استقرار مؤقت. بداية من مساء وليلة يوم السبت نتوقع بحول الله قدوم اضطراب جوي نشيط يخص أولا المناطق الغربية ثم الوسطى بأمطار غزيرة إن شاء الله، ثم تلتحق هذه الأمطار ظاهرة يوم الأحد بالمناطق الشرقية الساحلية لكن بأقل حدة. أيضا المناطق الجنوبية الغربية معنية بالأمطار خاصة على ولاية بشار إن شاء الله، ثم تتحسن الأجواء مساء وليلة يوم الأحد على المناطق الشمالية إن شاء الله. بالنسبة ليوم الاثنين والثلاثاء 24 و 25 فبراير 2025 الطقس سوف يكون صافي ومستقر على كافة مناطقنا الشمالية. بعض الأمطار متوقعة بحول الله على وسط الصحراء إن شاء الله، أما باقي المناطق الجنوبية الطقس سوف يكون صافي ومستقر. بالنسبة ليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 حسب آخر التحديثات للنماذج العالمية تتوقع قدوم اضطراب جوي نشيط مساء يوم الأربعاء يخص المناطق الشمالية من الغرب إلى الشرق بأمطار غزيرة إن شاء الله، وأيضا بعض الثلوج على المرتفعات العالية. وهذا الاضطراب سوف يستمر إلى غاية يوم الجمعة 28 فبراير 2025 خاصة على المناطق الوسطى والشرقية، والله أعلم. بالنسبة للأسبوع الأول من شهر مارس أي من يوم السبت 1 مارس 2025 إلى غاية يوم الأربعاء 5 مارس 2025 حسب آخر تحديثات النموذج الأوروبي يتوقع قدوم سلسلة من الاضطرابات الجوية سوف تكون مدعمة بهواء بارد. هذه الاضطرابات سوف تكون محملة بأمطار غزيرة وأيضا ثلوج كثيفة على المرتفعات، لكن المدة لا زالت بعيدة والتحديثات ليست ثابتة، يمكن أن تتغير سواء للأسوأ أو للأحسن. نسأل الله الثبات ويعم الخير على بلادنا. عند اقتراب المدة سوف تتضح أكثر وسوف نوافيكم بكل التفاصيل إن شاء الله. إذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.